اهلا بيكم في قناتي. النهارده هنعمل مع بعض وصفة ولا اروع من كده، فطاير هشة ولذيذة بحشوة الجبنة والعجوة في وقت واحد. تعالوا بينا بقى نشوف الخطوات مع بعض خطوة بخطوة، وان شاء الله هتعجبكم وهتعملوها بإيدكم الحلوة. يلا بينا بقى نشوف المقادير. هنجيب كوبايتين دقيق متعدد الاستخدامات، وهنحط معاها معلقة ونص خميرة فورية، وبعدين نص معلقة بيكنج باودر ومعلقة ونص سكر. هي دي المواد الجافة. هنقلبها مع بعض وهنحط معاها بياض بيضة، وهنشيل الصفار هندهن بيها الوجه. هنحط معاها 3 معالق زيت وحوالي 3/4 كوباية مية فترة، ومش هنستخدمها كلها، هنحطها بالتدريج لحد ما نلاقي العجينة تجمعت معانا وبقت عجينة بتلزق. عجينة بتلزق، خلي بالكم الكلمة دي ليه بتلزق، عشان تطلع الفطاير هشة وطرية من الداخل. هنحط كده بالتدريج لحد ما ناخد كمية المية. هي هتاخد المية 3/4 إلا حبة صغيرة، وهنحط معاها معلقة خل، وهنبتدي بقى نقلب بالطريقة دي لحد ما زي ما قلت لكم تبقى عجينة بتلزق في الإيد. شوف انا بعجن ازاي. على فكرة انتوا ممكن يعني تضعفوا الكمية، انا بعمل كوبايتين بس، انتوا ضعفوا الكمية زي ما انتوا عايزين، 4 6، بس كل ما تضعفوا طبعا تضعفوا المكونات كلها. بصوا بقى بقول لكم عاملة ازاي. ادي بتلزق، بوريكم بتلزق زي في ايدي اهي، في حتت في العجينة في ايدي، انا عايزاها كده. هنقلبها كده بالطريقة دي وهنسيبها تختمر لمدة 10 دقايق. هنا بقى بوريكم المية. بص كمية المية، ما خدتش 3/4 كوباية المية بحالها، فاضل حوالي حبة صغيرة من ال3/4، حوالي كده حوالي 3-4 معالق مية. هنسيبها تختمر، نغطيها ونسيبها تختمر. قبل طبعا ما نغطيها هنحط رشة فانيليا، انا نسيت احطها وانا بحط المكونات، مش مشكلة لو نسيتيها حطيها في الاخر خالص وعجني تاني هتندمج مع العجينة. هنسيبها تختمر بقى حوالي 10 دقايق، لان احنا هنكمل خمرها في التشكيل. هغطيها كده وبالطريقة دي. هي ما خمرتش تخمر كامل، انا عايزاها نص تخميرة. هنبتدي بقى نرش رشة دقيق، وهنبتدي نفردها بالنشابة بسمك حوالي نص سنتي. بحاول كده احط عليها دقيق من فوق ومن تحت عشان ما تلزقش في الرخامة. هنبتدي بقى نفردها بالمنظر ده لحد ما تبقى زي ما قلت لكم عجينة حوالي نص سنتي، لا رفيعة قوي ولا تخينة قوي. لو رفيعة قوي هتنشف منك، ولو تخينة قوي هتبقى ايه كلها يعني لبابة. يعني انا مش عايزاها كوها يعني زي العيش، ما تبقاش زي العيش. فاهمين قصدي؟ هنا بقى خلاص فردتها. هتجيب بقى كوباية وهبتدي اقطعها بكوباية، او لو عندك قطاعة قطعي زي ما انت عايزة. انا في الوقت ده ما كانش عندي القطاعة، عملت بالكوباية. اي كوباية عندك باي حجم انت عايزاه بتقضي الغرض. الكوباية بتقضي الغرض، مفيش قطاعات هنغلب، لا مش هنغلب. اي كوباية بيها بنشتغل بيها. بس قطعت اهي العجينة كلها. هبتدي بقى اشيل الزوايد وهبتدي احشيها بالجبنة. انا طبعا عاملاها بالجبنة القديمة، اعملوا بقى احشوا بالجبنة القديمة دي هتعجبكم جدا. طبعا عشان ما تبقاش حادقة قوي انا حطيت عليها معلقتين طحينة، معلقتين صغيرة طحينة. هبتدي بقى ابطط كده الدوائر وهبتدي احط الجبنة القديمة اهي الكمية اللي انتوا عايزينها. الطحينة بتحدد من الحدوديتها بالحدودية بتاعتها. فاهمين قصدي؟ احلى فطاير هتعملوها بالجبنه القديمه، وهتجربوها على طول وهتعملوها على طول من حلاوتها. بتبقى ليها طعم غير الجبنه البيضه في المعجنات. هبتدي بقى اقفل بقى الدواير الفطاير بالطريقه دي، سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. طبعا عشان العجينه بتلزق بتتمسك على طول، بتتلزق مع بعض على طول.
انما لو العجينة يابسة هتضطر تحطيها مية عشان تقدري الطرفين يمسكوا مع بعض. انما احنا عايزينها زي ما انا قلت لكم عجينة بتلزق. كده خلاص خلصنا الجبنة. انا دلوقتي الكوبايتين هيعملوا الصينية. حوالين الاطرف حطيت الجبنة، في النص بقى هحط اللي هي ايه العجوة، وهفرق بين الاتنين عشان تعرفوهم من بعض. يعني لو انتوا عملتوا في صينية واحدة هتعرفوهم من بعض. هنقطع برضو كده الدواير بالكوباية وهنبتدي نحشيها بالعجوة. كده خلصنا. هنشيل برضو الزوايد وهنحشيها بالعجوة. العجوة انا عاملاها بحتة سمنة وحطيت عليها سمسم. انا طريقتي في العجوة كالاتي يا جماعة: انا بحطها على النار واحط عليها شوية مية او لبن عشان تطرق معانا. انا بعمل كده في الكحك عشان ما تنشفش جوه الحاجة، تفضل طرية لحد ما تشرب اللبن او المية، وتضيفي بقى عليها السمنة والفانيليا والسمسم. هتبقى بالطريقة دي. بصوا عاملة زي طريقة في المعلقة ازاي كده، عمرها ما تنشف خالص، غير لما تحطي العجوة تهرسيها كده وخلاص وتحطيها، بتنشف في المعجنات وبتنشف في الكحك. انا بعملها كده على طول، وطريقة ما متجربة ومضمونة. هحط العجوة كده خلاص، ونبتدي نقفلها لحد ما نخلص الكمية. اخر واحدة اهي. الكوبايتين عملوا صينية بطبق مليان ما شاء الله اهي. هنرصها بقى. هنجيب بقى صفار البيض ونحط عليها شوية نسكافيه وشوية لبن وشوية فانيلا صغيرة، ونحطه عليها. ندهن كده المعجنات او الفطاير بالمنظر ده لحد ما كلها تتغطى بالدهن صفار البيض زي ما انتوا شايفين دلوقتي. بصوا اهي كده خلصت ودهناها كلها. هنجيب بقى شوية سكر وهنحطه على الفطاير بتاعت العجوة اهي، اللي هي المجموعة اللي في النص دي. انتوا طبعا هتعرفوا تحطوها وتعرفوا تشكلوها، وفي نفس الوقت هتعرفوهم من بعض. هتحطوا عليها السكر بالطريقة دي. كده فرقنا بين الفطاير العجوة من فطاير الجبنة. ايه رأيكم بقى؟ اهي. وهنحطوها على درجة 200 لحد ما تطلع بالمنظر ده. هتاخد من 10 ل 12 دقيقة، مش هتاخد وقت خالص. بعد بقى ما تطلع نكون محضرين حتة زبدة صغيرة كده مسيحينها وهندهنها بالمنظر ده. ليه بقى؟ بتدي نكهة حلوة وبتدي طراوة على طراوة المعجنات اصلا، وهتدي طعم رهيب. هنغطيها بقى بكيس ثلاجة وعليها فوطة لمدة 5 دقايق، وهتبقى بالمنظر الجميل دوت. وطعم الجبنة القديمة هتخليها في حتة تانية خالص. يلا قوموا جربوها وان شاء الله هتطلع احلى فطاير من ايدكم. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك وتشتركوا في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي. واشوفكم على خير في وصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.